يبقى احنا عندنا اسم الدرس التفريق بين القبطي واليوناني. انا عندي قواعد، عندي بالظبط 4 قواعد هتعرف تفرق لي بين القبطي واليوناني، وعامة القاعدة دي هستخدمها اكتر في ان انا اعرف حرف الكي، لان انا عندي اساسا نطق حرف الكي بيعتمد الاعتماد الاول على ان الكلمة دي كلمة قبطي ولا كلمة يوناني، فانا اساسا اول حاجة هستفاد منها في القاعدة دي هو نطق حرف الكي. تمام؟ ايه بقى القواعد اللي بتقول لي الكلمة دي قبطي ولا يوناني؟ عندي اول حاجة انا عندي 7 حروف مش بيجوا غير في الكلمات القبطية، يبقى انا عندي 7 حروف اول ما اشوفهم اعرف ان الكلمه دي كلمه ايه؟ كلمه قبطيه، اللي هم ايه؟ هم اخر 7 حروف في اللغه، اللي هم شاي، فاي، خاي، هوري، جانجا، تشينا، تي. تاني يلا، شاي، فاي، خاي، هوري، جانجا، تشينا، تي. تمام؟ مثال على كده ايه؟ عندي اول مثلا حاجه نشتي. نشتي دي تنفع عظيم وعظيمه وعظماء وكل حاجه، بس انا عرفت منين؟ يعني مثلا الكلمه دي كده قبطي ولا يوناني؟ قبطي. عرفت منين هي قبطي؟ شاي. تمام. يبقى انا كده عندي كان حاجتين هنا في الكلمه دي عرفتني ان الكلمه دي كلمه قبطي، وهي ايه؟ وجود حرف او حرفين من الحروف اللي هي بتيجي في الكلمات ايه؟ القبطي بس. تمام؟ دي كده ايه؟ اول حاجه. تاني قاعدة عندي وهي عكس الأولانية، إن أنا عندي حروف مش هتيجي غير في الكلمات اليونانية بس. دول كانوا 7، هنا هم 5 حروف بس. يبقى أنا عندي 5 حروف بس، ليهم قاعدة شاذة كده هنعرفها كمان شوية. 5 حروف مش بيجوا غير في الكلمات اليوناني. نحفظها بطريقة كده: غمة، دلتا، زيتا، إكسي، إبسي. تمام؟ غمة، دلتا، زيتا، اكسي، ابسي. ماشي. يبقى انا عندي كده 5 حروف مش بيجوا غير في الكلمه ايه؟ اليونانيه، اللي هم غمه، دلتا، زيتا، اكسي، ابسي. تمام. مثال عليها كلمه يا رب تبقى صح. تمام. ممكن الاول حد ينطقها؟ زوكسة. تمام. زوكسة دي عامة معناها مجد، وهي كلمة مؤنثة. لو أنا عايزة أعرف الكلمة دي كلمة قبطي ولا يوناني هعرفها منين؟ هي إيه الأول؟ هي قبطي ولا يوناني؟ يوناني. عرفت منين؟ الإكس بس والدلتا. احنا هنا عامة نطقنا حرف الدلتا زال لان هو مش موجود في اسم. احنا قلنا اللي هو موجود في اسم هيتنطق دال، ولو مش موجود في اسم هيتنطق زال. يبقى انا عندي كده زوكسة هي كلمة يونانية بسبب وجود حرفين، حرف الدلتا وحرف الاكس. تمام؟ دي كده ايه؟ تاني قاعدة. لو حد مش فاهم حاجة كده. تالت حاجة عندي وهي قاعدة بتخص حرف الابسلون. تمام. حرف الابسلون لما بيتنطق ايه بتبقى الكلمه دي كلمه يوناني. اولا او لاي حاجه، حد عارف ايه هي قواعد حرف الابسلون؟ او الابسلون ليه كام نطق؟ 3. اوف، ايف، او، وغير ذلك ي. يبقى انا عندي اوف، ايف، او، غير ذلك ي. يعني لو حرف الابسلون جه قبليه حرف الالفا او حرف الاي هيتنطق ساعتها في، ولو جه قبليها حرف الاوميكرون او الاو القصيره هيتنطق ساعتها او. اي حرف تاني هيجي قبل الابسلون هيتنطق ساعتها ايه؟ ي. فالقاعده بتقول لي ان انا بالبلدي كده لو لقيت اي حرف قبل حرف الابسلون غير الالفا والاي والاو فساعتها الكلمه دي هتبقى يوناني. يبقى تاني، يبقى انا عندي حرف الابسلون لو لقيته هيتنطق ي، يعني لو قبليه اي حرف غير الالفا والاي والاو ساعتها تبقى الكلمه دي ايه؟ يوناني. مثال عليها ماشي. حرف الكي هو هنا هيتنطق شين، وهنعرف ليه كمان شويه. عامة الكلمة دي هتتنطق ايه؟ سيشي. تمام. الكلمة دي قبطي ولا يوناني؟
يوناني. عرفت ليه ان هي يوناني؟ انا عندي اكتر من سبب عامه. ايه الابسي ده رقم واحد. ايه الابسلون. تمام. انا هنا نطقت الابسلون ايه؟ ايه. طب ليه نطقته ايه؟ قبليه حرف غير الالفا او الاي او الاو. يبقى احنا لغايه دلوقتي اخدنا ايه؟ اخدنا 3 حاجات تقول لي ان الكلمه دي قبطي ولا يوناني. اول حاجه ان انا عندي 7 حروف مش بيجوا غير في الكلمات الايه؟ القبطيه، اللي هم شاي، فاي، خاي، هوري، جانجا، تشيما، تي. بعد كده عندي 5 حروف مش بيجوا غير في الكلمات الايه؟ اليونانيه، اللي هم غاما، دلتا، زيتا، اكسي، ابسي. بعد كده اخدنا حرف الابسلون. حرف الابسلون لو هيتنطق ايه يبقى الكلمه دي كلمه ايه؟ يوناني. تمام. اخر قاعده معايا وهي ان انا عندي نهايات. النهايات دي لما بشوفها بعرف ان الكلمه دي كلمه يوناني. ايه بقى هي النهايات دي؟ اس 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 ان اون ان. تاني اس 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 ان اون ان. دول عندي هم 6 نهايات. ال6 نهايات دول لو شفت اي واحده منهم في اي كلمه هعرف ان الكلمه دي كلمه ايه؟ اشهر كلمه عندنا في القبط عامه هنا الكي هيتنطق خ وهنعرف بعدين. الكلمه دي ايه؟ خريستوس. تمام. الكلمه دي قبطي ولا يوناني؟ يوناني. عرفت منين؟ اوس. عندي نهايه قالت لي ان الكلمه دي من اس اس ان اون ان، فعرفت منها ان الكلمه دي كلمه ايه؟ يوناني. ماشي. طيب في القاعده رقم 2 انا قلت لكم ان احنا عندنا شويه حالات شاذه. احنا قلنا ان الغامه، دلتا، زيتا، اكسي، ابسي هم مش بيكونوا موجودين غير في الكلمات الايه؟ اليوناني. عندي 3 كلمات بتقول لي ان القاعده دي قاعده شاذه. عندي كلمه على حرف الزيتا، وكلمه على حرف الاكسي، وكلمه على حرف الابسي. 3 كلمات دول هم كلمات قبطيه برغم وجود حرف منهم في الكلمه. يعني مثلا اول كلمه عندي حد عارف ايه الكلمه دي؟ انظيب. انظيب يعني ايه؟ انظيب يعني مدرسه. يعني كلمه مدرسه او انظيب عامه هي كلمه مؤنثه. طيب انا عندي حرف الزيتا، فالطبيعي ان الكلمه هتبقى كلمه ايه؟ يوناني. بتقول لك لا، ان الزيتا في الكلمه دي هي كلمه قبطيه برغم وجود حرف الايه؟ الزيتا. يعني هنا دي حاله شاذه لوجود حرف الزيتا بيقول لي ان فيها الكلمه يوناني بالرغم ان الزيتا موجوده. تمام؟ يبقى انا عندي انظيب دي قاعده شاذه او كلمه شاذه موجوده هنا، كلمه قبطيه برغم وجود حرف الزيتا اللي مش بيبقى موجود غير في الكلمات اليونانيه. تمام؟ تاني كلمه معانا وبرده هي كلمه شاذه، هو مش كلمه، هي رقم. ده رقم 9 اسمه بسيط. بسيط. الكلمه دي انا موجود عندي حرف الايه؟ حرف الابسي، فطبيعي ان الكلمه هتبقى ايه؟ يوناني. بس هو هنا برضو بيقول لك لا، هنا بيقول لك ان الكلمه دي قبطيه بغض النظر او بالرغم من وجود حرف الاكسي فيها. تمام؟ دي كده تاني كلمه. تالت كلمه عندي وهي على حرف الاكسي. كلمه ليكس هي ستاره، معناها ستاره، وهي كلمه مؤنثه، لا مذكره، انا اسفه. مش كده عندنا 2. تمام. الطبيعي ان ليكس موجود عندي حرف الايه؟ الاكسي، فالكلمه هتبقى يونانيه ولا قبطيه؟ برضو دي كلمه شاذه وهي اخر كلمه عامه. يبقى انا عندي انظيب وبسيط وليكس. ال3 كلمات دول هم كلمات قبطيه بالرغم من وجود حرف الزيتا والابسي والاكسي. تمام؟ هنا احنا قلنا حرف الهوري، قلنا ان حرف الهوري من الحروف اللي بتبقى موجوده في الكلمات الايه؟ القبطيه. بيقول لك لا، بيقول لك ان الهوري ممكن تبقى موجوده في الكلمات اليونانيه. طب في اي كلمه يونانيه؟ لا،
هو بيبقى موجود في الكلمات اليونانيه بحيث انه يفيد حاجه اسمها التنفس الهائي، يعني اكني باخد نفس قبل ما بنطق الكلمه. واشهر كلمه عليها هو عندنا كلمتين، تمام؟ تمام ماشي. اول كلمه حد يعرف ينطقها؟ هوزي. هنا الدلتا هتتنطق ازاي؟ هنا انا عندي حرف الهوري، المفروض ان هو يبقى في كلمه ايه؟ قبطيه، بس احنا نطقناها وقلنا ايه؟ هوزي، يعني نطقت اله فيها نفس، هوزي. تمام؟ يبقى هنا عندي الهوري موجود في كلمه يوناني، وهوزي هي تسبحه. ماشي. انا عندي هيريني، المفروض ان هي كلمه قبطيه بسبب وجود حرف الهوري، بس انا هنا علشان اخدت نفس او زي ما قلنا التنفس الهائي نطقتها ايه؟ هيريني، فبقت الكلمه ايه؟ يوناني. احنا دلوقتي عايزين نعرف الاداء. تعرف تطلعي الاداء؟ دلوقتي دي فرح، عايزين نطلع فين الكلمه وفين الاداء؟ الاداء الاول اثنين. بس دي تدل على اللي هو مفرد ولا جمع؟ يبقى الكلمه زي ما احنا فوق بالظبط، ادي الكلمه حاطين عليها خط، وادي الاداه هي اللي عرفتنا هي الكلمه مفرد ولا جمع. تمام؟ هي اسمها اونوف 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 او اونوف او اونوف. تمام؟ ناخد صفه تاني. أداة التعريف. أداة التعريف. ده صفه، ده صفه بمعنى غضب. فين عايزين نعلم دلوقتي على الكلمه وعايزين نعلم على الاداه. دي او الاداه، وكلمه اهي الاداه دل عليها مفرد ولا جمع؟ بس. ودي الكلمه اسمها او جونت او جونت او جونت. ايه دي تي فاضل. تمام؟ او جونت او جونت يعني غضب. احنا كده خلصنا دلوقتي التعريف، اداه التنكير كلها. تمام؟ حد عايز مننا حاجه؟ حد عايز حاجه فيها؟ تمام. طب ما احنا الأداة يجوز هي الموضوع ده. انت كده ما خلصتوش؟ ادوات المعرفه احنا دلوقتي اول حاجه بس عندنا حاجه معرفه عامه وخاص. احنا هناخد النهارده عامه بس، ناخد عامه بس. تمام؟ ادوات المعرفه العامه. ماشي. يعني على اي اساس بنقسمها عامه وخاصه؟ ليه؟ ما حاجه عامه وحاجه خاصه. تمام؟ يعني انت مثلا القاعه دي بتاعت كله ولا حاجتي انا بس؟ يبقى دي عامه. جزمتك بتاعتي ولا بتاعتك انت؟ يبقى دي حاجه ايه؟ بس كده. بس أنا عايز أضيف حاجة على باظ بكرة، إن ممكن نفس الكلمة أعرفها في الأداتين عامة والخاص. الحاجة اللي بقول عليها دي حاجة خاصة، يعني حاجة شاذة شوية، يعني حاجات معينة هي اللي لازم تبقى أداة خاصة، لازم تبقى أداة عامة. لكن الكلمة ينفع أعرفها في الاثنين، فاهم؟ بس المعنى ده هو الصح بقى. قلنا عندنا ادوات المعرفه في منها عامه وخاص، قلنا ناخد النهارده العامه بس. العامه بتقسم ثلاث حاجات: بي تيني. تمام؟ البي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، الني الجمع بالنوعيه. تمام؟ هناخد عليهم امثله، ثلاث امثله بس. بص دي كلمه كيم، دي مذكر، ده معناها دف. كيم يبقى نحط لها عليها ده بس كده. بس ناخد كلمه ثانيه. طبعا زي نفس الفكره زي الفرنش، لازم نعرف بقى، انا ابقى عارفه الكلمه دي بتذكر. بس لا في الفرق هو جول كان بيقول ان في الاغلب القبطي زي العربي. ما عدا كلمات شخصية. في كمان في شويه خاخ رقبه دي مذكر، يبقى هنختار ايه الحاجات دي؟ ايه؟ يعني بقى احنا هنتعرف ازاي نذكر ومؤنث؟ هو في الامتحان المفروض الامثله دي حفظ. هقول لكم حاجة شخصية.
علوم عامه ذكيه، بس الحركه دي مش من هنا بص بس، عند جوه كل حاجه. انا دلوقتي عندي زي ما هي قالت مش فاهم مين قالت، قالت في كلمه دلوقتي زي العربي، هي بالعربي عندي مذكره فهي دلوقتي عندي مذكره. في حاجات صديقتي زي العربي، يعني مثلا احنا قلنا كلمه هذا دف او هذا دف ايا كان بالعربي دلوقتي تمام، يبقى انا محتاج احفظ بالظبط هما كلمتين ثلاثه اللي دلوقتي غير العربي صح؟ مركرهم وانت بتذاكر ويبقى انت كده خلاص طلعت بره الفخ ده. فاهمين حاجه؟ تاني انا عندي كلمات بالعربي زي دلوقتي ماشي؟ يبقى دول خلاص انا مش محتاج اني اركز فيه. هو اصلا لو انتوا معاكم منهج وبصيتوا فيه هتلاقيه جنب كل كلمه بيبقى عامل لك كده بين قوسين، وعامل لك كده بين قوسين من خلال شرح باص الكوك. الكلمه اللي جنبها العلامه دي معناها ايه؟ ظهر. فاكر اداه التعريف؟ صح؟ فاكر اداه التعريف المؤنث؟ منطقي. فانت لما تبص في المنهج هتلاقي بين قوسين الرمز ده يبقى الكلمه دي ايه؟ مذكر. الرمز ده ايه؟ مؤنث. في رموز ثانيه ماليش دعوه بيها دلوقتي مالهاش لازمه. هو هتلاقي اصلا شارح في اخر الكلمات سطر يتيم. مش هنقدر نركز في كل الكلمات كده. اقريهم مره واحده بس. انا قلت ايه؟ اقريهم مره واحده بس. شوف العربي زودت ولا لا. الكلمه دي بالعربي هي ولا خلصانه. هتلاقي الرمز جنبيها اهو. هتلاقي بالظبط في كل الكلمات 5 4 كلمات شاذين. دول اللي ركز هتمركز عليه. شكرا. كل مره بذاكر الكلمات المركز ده ليه؟ لان انا عايز افكر نفسي بس انا مذاكر المره. هلوم مره بقى على الامثله اللي في المنهج في القراءه. لو انت قلقانه حاجه تستزيد حاجه ممتازه. بس هي الفكره اهي مش هقعد احفظ بقى كل حاجه لوحديها ودي شاذه لا، في حاجات بديهيات خلاص مش على الكتاب هذاكر بس الاغلب العربي زي بس في حاجات شويه يعني مثلا كلمه قاهي ممكن حد يقول لي ايه الاداه التعريف بتاعتها؟ بيكو. طب هذه هو عامل لك هتلاقي عامل لك كده بين قوسين جنبي في الكلمات. فاهمين قصدي؟ الفكره كده وصلت؟ فاهمين حاجه؟ هو هتلاقيه كاتب كل كلمه بين قوسين جنبيها كده كمان في حد الكلمات. في حاله الامثله هتلاقي اصلا حاطط جنبيها الاداء على طول. فانت فهمت هي مذاكره المره. ذاكر بس الشاذين. لا العربي غير عن بس ما حطاش بقى تذاكر كل حاجه. تمام؟ اخر كلمه قاهي يعني ارض. احنا دلوقتي عايزين نجمعها، هنجمع قاهي نحط لها الاداء من دول. بس دي اللي في المنهج. بس